ال10 دي شكلها حلو أوي برضه، واخد بالك، بس موجود منها كتير، موجود منها كتير. يبقى احنا كده قلنا بقى ايه، نقول بقى من الأول على الفلوس اللي هي نادرة ومش موجودة. أول حاجة يا جماعتنا، يا جماعة الخير، أول حاجة جنيه الجمالين، ده سعره 1,000,000 جنيه وأكتر من 1,000,000 جنيه. بعديه جنيه الجمل، جمل واحد، جنيه جمل واحد. بعديه جنيه المعبد، بعد جنيه المعبد جنيه إدريس، عمنا إدريس اللي هو كان جنايني الملك فؤاد وحط صورته على الجنيه. جنيه عمنا إدريس ب100,000 جنيه، هو يعدي وأكتر على حسب حالته. جنيه المعبد 150,000 جنيه. بعد كده بقى الجنيهات اللي هي متوفرة بقى وكتيرة بقى، عندك مثلا جنيه السند اللي هو من سنة 30 لغاية سنة 50، من سنة 30 لسنة 50، ده جنيه السند. جنيه السند ده موجود بقى، لو حالة عالية بقى يعمل له 600 جنيه 700 جنيه، حالته تعبانة يعمل له 150 جنيه. غير كده بقى ما تسمحش لأي حد يقول لك أسعار العملات إيه ومش الكلام ده كله. الملايين اللي بنسمعها والألوفات اللي بنسمعها، الملايين في حاجة واحدة بس، الملايين في جنيه الجمالين، لأنه ده مش موجود، ولو لقيت منه مضروب مزور. لكن وجنيه المعبد، جنيه إدريس، كل دي حاجات مش موجودة وأسعارها غالية وعالية. شيلن الدولة المصرية ده 35,000 جنيه. باريزة الدولة المصرية سعرها عالي برضو. 10 مليم النسر، 5 مليم النسر 1973. 5 مليم الصقر 1973 نحاس في ألمونيا. الحاجات دي غالية. ريال السلطان حسين، الحاجات دي غالية. غير كده ما تسمحش بقى لأي حد يقول لك أسعار في الهوا، واخد بالك. $5 واجهة البنك دي جميلة برضه، دي أول 5 جنيه طلعت، دي أول 5 جنيه أصدرت في مصر. على عهد مين؟ دي في عهد الخديوي عباس حلمي 1898. لو بصينا هنا هنلاقي الإصدار 1898. 1898. في منها كتير. في منها كتير بس ما يعني ما اللي موجود منها متهالك كده زي ما انت شايف. قليل بقى اما تلاقي حاجة جديدة، ده استحالة طبعا تلاقي حاجة جديدة زي الورق ده. تعرف انا نفسي في ايه ومنية حياتي؟ الاقي جنيه الجمالين ويكون بالحالة اللي زي دي كده، ويكون اصلي، يبقى انا كده عديت الفقر بلانش. ربنا يوعدنا ان شاء الله ونلاقي جنيه الجمالين ده، او جنيه ادريس، عمنا ادريس. ال10 كانت حلوه برضو، شكلها الفلوس كانت لها قيمه وكان شكلها جميل.
الاول، غير الفلوس دلوقتي شكلها تعبان. شوف الربع جنيه، الربع جنيه ده اسطوره، اسطوره الاسطوره. شكله 25 جنيه. شكله تشوفه تقول ده 25,000. دي 5 جنيه العنكبوت موف. نخش بقى على العملات هنخش على عملات المعدن بقى. هنخش على عملات المعدن بعد كده. استنونا بقى هنشوف العملات المعدن، الأصل منها والمضروب. ساعتين. ده هي نلم حاجاتنا احنا بقى وايه. بالنسبة للبرايز دي، البرايز دي منها كتير، محدش يضحك عليك ويقول لك البريزة دي تمنها 10,000 و5,000 والكلام الفاضي ده. البرايز دي منها كتير ومتوفرة كتير. اللي مطلوبة الدولة المصرية. لو معاك حاجة بريزة الدولة المصرية ماشي، ده انت تبقى ركبت عديت الفقر زي ما بيقولوا. انما دي اللي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية دي ملهاش لازمة، او اللي مكتوب عليها الجمهورية العربية المتحدة برضو ملهاش لازمة. واما تيجي عندك عمولات قديمة وعاوز تحفظها في كتاب زي كده مثلا، كتاب تحطها في الكتاب كده وتقفل عليها. كتاب كده تحافظ على العملة. شو بقى الايه الحاجات دي. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. 10 مليم 1973 النسر. تمام. 10 مليم 1973. طبعا اللي مطلوب منها، اللي مطلوب 10 مليم نفس النسر ده برضو بس 1972. دي اللي مطلوبة في السوق، لأن دي نادرة ومش موجودة. السك كان منها قليل. عشرة مليم ألمنيوم 1972. 5 مليم ألمونيا 1972. اللي معاه بقى 5 مليم ألمونيا 1973 يبقى أغنى أغنياء مصر. نفس العملة دي بس السنة 1973.
اللي معاه منها دي تمنها يخش في 25,000 جنيه، نفس العملة دي. دي طبعا 10 قروش، 1980 نحاس. عشر مليمات 1972. اللي مطلوب زي ما قلنا برضو 1973. عشرة مليم 1972.